واخا اول حاجه كنبغي نشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي حاضره معنا وحاضره بقوه لهذا الحدث اللي هو بالنسبه لنا احنا حدث متميز وفريد من النوع ديالو، لاننا حاضرين في واحد عرس فني ديال خونا وحبيبنا السي محسن اللوزي الملقب فنيا بالجوكر. فالجوكر كتعني لنا بزاف د الحوايج، كتعني لنا ذاك المكافح المناضل اللي كيبحث على طريق الصواب، كيبحث على طريق النور، كيبحث على كل ما فيه مصلحه للصغير والكبير. وهذا الشيء فعلا كنشوفوه في جميع الاعمال ديال الجوكر، فهي اعمال هادفه وذات دلالات وذات رسائل واضحه جدا لكل المتتبع سواء داخل او لا خارج ارض الوطن. فكيعتمد على الاداء السينمائي والتصوير السينمائي في مجموعه اعمال فيديو كليبات ديالو. كذلك كيعتمد على توزيع موسيقي محترف وباحترافيه عاليه، كيعتمد على طاقم فني وتقني اللي صراحه دائما كيرافقوا في جميع الاعمال ديالته داخل وخارج ارض الوطن. فكنتمنوا اننا نشوفوا المسار ديال هذا الفنان هذا، نشوفوا مستقبل انه يمشي للعالميه، ونشوفوا كيشتغل مع اسماء كبيره خارج ارض الوطن. فهنيئا لنا اننا يكونوا عندنا شباب مبدعون بحال محسن اللوزي بحال الجوكر. مرحبا بك سيدي محسن. شكرا خويا هشام، وشرف لي اني نكون معكم، وشكرا للسلطه الرابعه ديالنا لكم واحد ومرحبا بكم. اذا بغيتك تقول لنا الحضور انهم غيبداو يتفضلوا باش يعطوك اسئله. فانا قبل ما يبداو الاسئله ديالتهم انا ما كرهتش انك ترحب بهم وتهضر باقتضاب على الالبوم الاخير ديالك سيكاتريس اللي دابا حنا بصدد الحضور في هذا الحفل والعرس الفني ديالك. البوم سيكاتريس هو كاين ليه بزاف د الحوايج اللي عشتهم ديجا، فيهم الخايب فيهم الزوين، بزاف د الحوايج اللي استفدت منهم، بزاف د الحوايج اللي ندمت عليهم، كسبت بزاف الناس، خسرت بزاف ديال الناس. الطريقه ديال الطريقه هذه ما سالاش، يعني كتلقى الناس اللي كيبداو معاك ولكن صعيب بنادم يكمل معاك الطريق. بزاف الحوايج اللي عشتهم فري خايبين وما نقدرش ننساهم من الصغر ديالي للكبر دابا. هذا هو ثاني البوم ليا، ديجا كنت لحت البوم في 2018 2019 لحت البوم لا ماجي، هذا هو ثاني البوم ليا. كما كتعرف البوم في المغرب صعيب شويه تخدمو، كتلقى بزاف العراقيل، كتلقى واحد الناس كيديروا لك عصا في الرويضه، واحد الناس يحبوا لك الخير، تسافر من مدينه لمدينه تكتب تقدر تكون كاعي تكون فرحان، بزاف الحوايج كدوزهم. يعني كل البوم خرجتو عندي معاه ذكرى، عندي معاه تذكار، هادشي اللي كاين. صافي، وحنا كنقول لك كتب وسير على المكتب. شكون هو الزميل اللي غادي يسول السؤال الصحابه اللي عنده شي سؤال؟ سيدي محمد عندك شي سؤال؟ واش هذوك لي بلاتفورم اللي مع جعفر صحافي موقع انفاس بريس نسولك هذا الالبوم ديالك كاين في لي بلاتفورم كاملين وكاع لي رابور كيحطوا في لي بلاتفورم، واش لي بلاتفورم كيدخلوا واحد الهامش ديال الربح اكثر من لي ميزون برودكسيون ولا منتجين كذلك؟ باينه اخويا جعفر، فهمتيني هذه حاجه باينه يعني. اكيد تقريبا هذا الالبوم هذا شحال توقع تربح من ديزر وسبوتيفاي؟ تقدر تعرف راسك واش تعيش غدا ولا لا؟ يلاه غيطرحوا ما كنسولهاش شحال تربح، وراه ما تقدرش تعرف اخويا. انا عارف شحال عارف شحال تقول لي بيني وبينك. تبارك الله عليك خويا. صحيح اخبار المسائل العربيه والدوليه، كل عمل يكون فيه صعوبات، يكون فيه فساد. ما هي الصعوبات الكبيره اللي تلقيتي وشكون اللي يعاونك بالضبط؟ قرب لك الناس اللي قرب لك بالضبط اللي يعاونك في هذا الصعوبات اللي كتلقى ماديا، بعض الخطرات معنويا، بزاف د الحوايج. والصديق اللي وقف معايا هو رفيق الدرب ديالي، يعني في حياتي الشخصيه ولا كذا، هو كنشكرو من هنايا هو محمد إيقامان، الدري اللي ضرب معايا تماره وصار معايا الليل وبالنهار، والدري اللي كيحس بيا وكنشكرو بزاف وكنقول ليه راك عزيز وغالي.
واش باش تخرج هذا الالبوم ديالك الاخراني سيكاتريس، واش تلقيتي شي دعم او لا مسانده من جهه او لا من احدى الجهات او لا من القطاع الوسيط؟ واحد اللي لقيته انايا. اذا محسن لقى غير الجوكر لقى غير محسن. وحنا باش نختموا هذه الكونفيرونس، هذه الندوه الصحفيه، عندي واحد التعليق على الصوره ديال الجوكر. من غير الجرح اللي كاين في العنق ديالو، فالرساله اللي باغي يوصل لنا بان طعنات الحياه وازمات الحياه راه ما كتقيش غير ما هو باطني، وانما كتقيس حتى المظاهر الخارجيه لاي انسان ولاي واحد اللي كيعيش فوق هذا البسيط هذا. فتحيه خويا محسن. وهنا نختموا كلامنا بزين الكلام باحلى قافيه وميزان. كنقول لكم سلام الله عليكم يا السلام، قد ما صفت القلوب من الزور والمكيده والبهتان. سلام الله عليكم يا السلام. كنا روابا وكنا كنغنيو وكنطربوا على دوائر الزمان، كلمه وحرف في طريق كلها طريق ابداع وجمال باش نوصلوا، وحنا حاملين الرايه المغربيه ودائما بشعارنا موحد: الله الوطن الملك. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم خوت. شوف